السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراط المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اذكروا الله وصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دي عزومة بسيطة كده، أخويا ومراته وعياله وحماته جايين النهاردة إن شاء الله. فأنا قلت أعمل لهم بسيطة، يعني عزومة بسيطة كده وخفيفة، وفي نفس الوقت يعني هم برضو مش أفراد كتيرة يعني، وبرضو احنا مش أكلة أوي يعني ما شاء الله ربنا يبارك ويخلي يعني أكيد. المشكلة أنا عندي العيال أكلها قليل خالص، يعني ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم اللهم آمين. عملت معكم النهاردة رز بسمتي، صينية بطاطس، ده الرز البسمتي، صينية بطاطس، محشي بدنجان أبيض وأسمر، محشي ورق خس، اللهم بارك، زبدة ما شاء الله. عملت ايه تاني يا أمولة؟ عملت محشي كوسة. عملت ايه تاني يا أمولة؟ اللهم صل على سيدنا محمد. عملنا فراخ بشوربة طبعا وحمرناها في الفرن بالزبادي. عملت ايه تاني يا أمولة؟ والله ما انا فاكرة، والله بصراحة انا بصوا بهيز بقى. المهم يا صينية البطاطس، صينية المحشي الكوسة، حلة محشي كرنب، حلة محشي بدنجان على ورق خس، اللهم صل على سيدنا محمد، والفراخ يا ربي. الكوسة. يا رب يجعلها بألف هنا وشفا للي يشوف، وألف هنا وشفا للي ياكل. دي الفراخ كانت جاية طبعا بقالها ساعة اهي، وانا قلت بقى ايه افكها دلوقتي وانضفها كده معاكم. يعني الترويقة بتاعت الغسيل يعني، اللي هي قبل ما ننقعها ونولع عليها. تمام. يا ريت يا جماعة اول مرة يشوف قناتي يا ريت يشترك في القناة ويفعل الجرس علشان ان شاء الله يوصل منه كل جديد بأمر الله. يا ريت ما تنسوش تحطوا اللايك يا جماعه، ما تبخلوش عليا باللايك بتاعكم. يا ريت يا جماعه ما تبخلوش عليا باللايك بتاعكم. صراحه صراحه انا استاهل اللايك، والله والله انا استاهل اللايك فعلا، واستاهل تعليق جميل او كومنت جميل بينكم، او شوفوا انتوا عاوزين تقولوا ايه زي ما انتوا حابين تقولوا. انا ما عنديش مشكله، انا تحت امركم في اي تعليق عاوزين تقولوه. إيه صراحه يعني. فزي ما قلت لكم دلوقتي ان شاء الله هنعمل كده باذن الله غدا بسيط وسريع، وان شاء الله مش هياخد مننا وقت ان شاء الله يعني، وبسيط والله. انا ممكن تدخل المطبخ كده ما شاء الله في ساعتين بالظبط ما شاء الله تكوني مخلصه كل الحاجات دي. انا فعلا عملت كده يعني ساعتين بالظبط، اللهم بارك، كنت مخلصه الغدا الجميل بتاعي ده، اللهم بارك يعني. فبصراحه بس المشكله ان كتفي وجعني شويه، هو ده اللي مأثر عليا يعني، كتفي بيوجعني، مش عارفه انا واخده في برد ولا ايه بالظبط، مش عارفه. هو ده اللي مأثر عليا يعني، كان زماني انجزت في قبل كده، بس الحمد لله كويس فعلا ان انا يعني جيت في الوقت ده وربنا كرم وخلصت يعني. متنسوش يا جماعه تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعليقاتكم الحلوه، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تشيروه بين اخواتكم واصحابكم وحبايبكم، يبقى انتم مشكورين وجزاكم الله كل خير. طبعا احنا دلوقتي انا بروق على الفراخ زي ما انتم شايفين قبل ما اغسلها وانقعها. كانت لوجي بقى ومنا قاعدين الاتنين بيتكلموا في حوار كده كنا بنتكلم فيه و... وصراحة أنا كنت فرحانة أوي لحواراتهم، يعني لوجي ما شاء الله ربنا يبارك فيها ويحفظها ويحفظ أولادكم وأولاد المسلمين. كانت بتتناقش مع منا في حوار كده وفوجئت لقيت ما شاء الله إن لوجي اللهم بارك بتكلمها يعني كأنها ما شاء الله من سنها، اللهم بارك، ربنا يحفظها يا رب وبارك فيها ما شاء الله. طبعا أنا روقت الفراخ بتاعتي، طبعا روقت الفراخ بتاعتي ترويقة حلوة كده ما شاء الله، اللهم بارك زي ما انتم شايفين. جبت لها شوية ملح كده حلوين ونزلت على الفراخ، وطبعا شوية خل، ليمونتين كبار اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. تمام. المحلول ده كله علشان بس ننقع الفراخ فيه شوية من اي زفارة او اي شيء فيها يعني ما شاء الله. اللي انا حطيته ده يا امولة، حطيت جنزبيل على كمون، ده جنزبيل على كمون مطحون. تمام. وملح وخل، وهنجيب شوية دقيق، نحط شوية الدقيق كمان كده اللهم بارك. يبقى كده احنا عملنا ايه للمحلول الجميل بتاعنا ده لنقع الفراخ. حطينا شوية دقيق، شوية ملح،
ليمونتين كبار، شويه خل، وكل الخليط الجميل ده بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. قلبته كويس وسبته بقى يتنقع في الفراخ شويه. طبعا انا كان عندي البريل خلصان، بعد جبت لوجي تجيب، راح جايبه لي كيس صغير من ده، هو يا دوب بس يا دوب يغسل الطبقين او الكوبايتين اللي هما في الحوض دول. هما يا دوب المعلقه بتاعت البريل ده او نقطه البريل اللي في الكيس دي هي يا دوب تغسل لي الكوبايتين اللي في الحوض دول والسكينه، مش اكتر ولا اقل يعني. ماما تاني موس. ماشي يا حبيبتي. سامحوني يا جماعه على الصوت لو انتوا سامعين اي صوت تاني في الفيديو. انا طبعا قاعده في البراندا وبسجل، يعني قاعده في البراندا دلوقتي وبسجل الصوت بتاع الفيديو، فسامحوني بقى يعني الاصوات دي كلها احنا كلنا معرضين لها يعني. طبعا اللهم بارك زي ما انتم شايفين احنا كنا قعدنا الفراخ وجهزناها، وجبت الرز البسمتي بتاعي برضو غسلته ونقعته وجاهز دلوقتي نقعاه علشان برضو اخلص كده وادخل بقى على التقيل بقى. ندخل على التقيل. تعالينا يا لوجي، تعالينا يا لوجي. العربيه بتاعت الرش بتاعت الناموس معديه في الشارع، ولوجي بنتي مصممه تقف تتفرج عليها. لا والدخانه بتاعت العربيه دي طالعه بقى كده، ولوجي بنتي ما شاء الله واقفه بتتبخر وراها ايه اسمه اقول لك بتتبخر حلوه، بتحب ريحه الجاز قوي. بس يا لوجي صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واذكروا الله وقولوا لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. طبعا دلوقتي بقى الحبايب جايين النهارده، فانا قلت اعمل لهم الغدا ده، يا رب يجعله بالف هنا وشفا على قلوبهم، اللهم امين. ويجعلكم دايما كده سبب في رزق لينا يا رب العالمين. وبتمنى بيكم وليكم القناه تكبر ان شاء الله باذن الله، وتكونوا كده سبب في انها تكبر فعلا وتتشاف يا رب العالمين. ما تنسوش يا جماعه طبعا زي ما قلت لكم ما تحرمناش من تعليقاتكم ولايكاتكم الجميله، ويا ريت يا ريت لو الفيديو عجبكم شيروه بين اخواتكم وحبايبكم. طبعا الكلام بيتعاد مره واثنين وثلاثه، فمعلش سامحوني اتحملوا شويه، مش مشكله، اختكم ولها العشم فيكم شويه. تمام. وانا دايما بشكركم داخل مصر وخارج مصر وجميع انحاء العالم، كلكم اخواتي وحبايبي، ربنا يا رب يبارك فيكم وبارك في اولادكم واحفظكم، اللهم امين. وسع ارزاقنا وارزاقكم وارزاق امه محمد، قولوا امين امين يا رب العالمين. طبعا يا جماعه في ناس، يعني انا معنى ان انا اطلع اقول في الفيديو يا جماعه انا فعلا محتاجه دعمكم ليا وقفتكم جنبي. دعمكم ليا مش معنى ان انا عاوزه منكم فلوس او حاجات زي كده. في حد ابن حلال ويعني مش عارفه اقول عليه ايه بصراحه، يعني بيستخف دمه، يعني خفيف الدم، هو انسان مهزأ لا اكتر ولا اقل، الله يسهل له واديله على قد ما فعل، قولوا امين. انا كان نفسي فعلا اعرف هو مين واديله فعلا جزاؤه، يعني كان ياخد بما ان هو يستاهل يعني. تمام. سامحوني كنت قطعت معاكم التسجيل عشان كان احمد عريس منا كان عاوز يكلمني، يعني مكالمه تليفوني على تليفون مني. فزي ما قلت لكم يا جماعه فعلا في ناس بتستخف بعقول الناس وبتستخف دمها وبتستظرف. انا مش عارفه يعني بصراحه، مش قادره اغلط واقول اي كلام تاني يعني. تمام. معنى ان انا اتعشم فيكم، الناس للناس يا جماعه، وربنا قال خير الناس انفعكم للناس. انا ما طلبتش من حد حاجه صعبه ولا حاجه، انا طلبت كلكم بس تقفوا جنبي، انكم تشوفوا فيديوهاتي تشيروها، تتابعوا القناه. اي حد عنده تعليق يقول لي، حد شايف اي شيء مش مظبوط في القناه، في اي حاجه ممكن تكون لافتة نظر او حاجه زي كده، ممكن يتكلم معايا فيها عادي. كلنا اخوات وحبايب، ما فيش اي مشكله ان شاء الله، وان شاء الله ربنا ما يجيبش حاجه وحشه بامر الله. فللاسف بقى يعني حتى اللي دخل علق ده علق تعليق يعني جميل، انا برضو طلب رقم تليفوني، انا اديت له رقم تليفوني علشان اشوف هي او هو، الله اعلم هي واحده او واحد. تمام. لان والله العظيم النهارده اقسم بالله يعني في ستات كده ربنا يبارك فيهم ويهديهم، ربنا يهديهم يعني. يعني مش قادره اقول لكم، يعني عادوا امر، يعني حاجه اصعب من الرجال. انت يا ماما في ايه يا حبيبتي؟ ده ايه؟ عادوا اصعب من الرجاله في كلامهم واساليبهم، يعني ربنا يهديهم ويعافينا ويعافيكم يا رب ويعافي المسلمين اجمعين، ويهدي ولادنا وولادكم وولاد امه محمد، اللهم امين يا رب العالمين. ما تنسوش يا جماعه اللي تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم كل شويه، انا فعلا بقول لكم ما تنسوش تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، واذكروا الله ولا اله الا الله والله اكبر، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. حقيقي وامانه انا فعلا ما احبش اتكلم عن حد. انا من يوم ما فتحت القناه بقى لي سنه و7 شهور اهو،
انا فعلا ما بحبش اتكلم عن مواضيع اي حد ولا يشغلني عن اي قناة تانية اي شيء، ولا ليا في اي حوارات تخص الناس او القنوات التانية اي شيء. فانا مع نفسي كده ومع الله وبس، مع الله كده وبس، وفي حالي كده. لا احب اعلق على حد، ولا احب اتكلم على حد، ولا احب اجيب سيرة حد، لا بطيب ولا براضي. تمام. فعلشان كده انا ممكن كل اللي اقول لكم وحدوا الله واذكروا الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. يا ريت يا جماعة اقول لكم برضو، يعني اللي يقدر يعمل خير في الزمن ده النهاردة يعمله، لان فعلا العمر مهما طال هو قصير. العمر مهما طال صدقوني والله العظيم هو قصير. فاللي يقدر فعلا يعمل خير في الايام دي يا ريت يلحق يعمله. لان احنا دلوقتي يعني احنا بنذاكر، احنا بنقدم المنهج بتاعنا او بنقدم المحتوى بتاعنا، عشان ان شاء الله هنشوف بقى الجزاء بتاعه ايه بعد كده. طيب يلا بينا ندخل بقى في الشغل بتاعنا. انا جبت دلوقتي بصلتين كبار، قطعتهم، قطعت قرن فلفل اخضر، والفراخ بتاعتي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. انا عماله اشيل الدهن لان في حتت دهن سمينه كده واروح شايلها عشان الشوربه بتبقى سمينه قوي. دي الفراخ اللهم بارك اهي، برصها في الحله فوق البصل وفوق الفلفل الاخضر، وهنمشي مع بعض كده خطوه خطوه واقول لكم هعمل ايه بالظبط. هو حد يروح في اي حته يا جماعه، ويا ريت تكملوا الفيديو للاخر، في حاجات كتير هتشوفوها وهتسمعوها لسه. انا مولعه الحله بتاعتي، مولعه عليا انا اقصد على الحله بتاعتي. سامحوني والله ما قادره اتكلم اقسم بالله. انا كتفي بيوجعني قوي، فانا بصراحه حاسه ان الكلام بيطلع من كتفي مش بيطلع من بقي. فسامحوني يعني. الدعوه امانه يا جماعه، ادعوا لي كده ربنا يشفيني يا رب ويعافينا اللهم امين. وادعوا لي فعلا ان ربنا يكرمني في القناه وتتشاف وتكبر وتنجح اللهم امين يا رب العالمين. فكده خلاص الفراخ بتاعت اللهم بارك انا طلعتها من المحلول بتاعها، شطفتها تشطيف كويس قوي قوي، وحاطه حتى شايفين لونها بسم الله ما شاء الله تبارك الله، بقت لونها زي القشطه جميله جدا وزي الفل ونظيفه، ومفيش فيها اي ريحه زفاره ولا دم ولا اي حاجه، اللهم بارك بقت زي الفل. طبعا كلكم شايفينها على الطبيعه ما شاء الله اللهم صل على حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، تحفه والله العظيم، مغسوله غسيل بصوا بقى حاجه لوز كده يا جماعه. طيب حطيت كده فصين توم مدقوقين، حطيت كده فصين توم مدقوقين. تمام. لسه ايه تانية يا اموله؟ ودول شويه كمون، على جنزبيل، على كزبره ناشفه حاجه كده بسيطه خالص، على حبهان مطحون، على قرفه مطحونه. احسن. تمام كده. طيب حطيت بقى الفلفل الاسمر بتاعي، وكده بقى ايه كل الحاجات الجميله بتاعتي انا حطيتها، ورق اللوري بقى والقرفه والمستكه وكل الحاجات الجميله دي اتحطت، والملح، ودول شويه طماطم كده مضروبين في الخلاط. تمام. ورق اللوري بقى بتاعي وحبه بهارات بسم الله ما شاء الله تبارك الله، والفصين المستكه كبار انا احطهم على حواف الحله كده من جوه عشان بس يسيحوا بسرعه، لان انا فعلا كنت نسيتهم في الاول. وده ورق اللوري انتوا عارفينه طبعا. تمام كده. تمام كده. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، تشرب حبة شوربة اللهم بارك صحيين ونضاف وزي الفل. كمون انتوا عارفين وعارفين فوائده، كزبرة الناشفة انتوا عارفين فوائدها طبعا اللهم بارك، الفلفل الاسمر انتوا طبعا كلنا فاهمين وعارفين، القرفة، الحبهان او الهيل، الملح حاجة كده اللهم بارك، عسل، المستكة احنا كلنا عارفينها طبعا. يعني بصوا تشربي بقى بسم الله ما شاء الله تبارك الله حبة شوربة عسل. الطماطم طبيعي، البصل طبيعي، الفلفل الاخضر كلها حاجات جميله ومن البيت وصحيه ونظيفه. تعملي شويه شوربه حلوين، سواء حطيتيهم بقى تسقيهم المحشي مفيش مشكله، تشربي منهم حاجه زي العسل كده برضو مفيش منها مشكله. طيب ده ايه يا اموله؟ ده محشي الكرنب. انا مرضتش اطول عليكم الفيديو اكتر من كده، حشيت محشي الكرنب الاول وعلقت عليه، هسيبه بس كده على النار 5 دقايق كده، هديت النار عليه وهسيبه على النار كده 5 دقايق من غير ما احط له شوربه ولا اي حاجه. تمام. تمام. جبت كده معلقه سمنه ومعلقتين زيت، يعني جبت معلقه سمنه ما شاء الله كبيره اللهم بارك، ومعلقتين زيت كده وهجيب ايه تاني برضو، هجيب عندي
معلقه زبده. شايفين بقى الفراخ، اللهم صل على حبيب النبي، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شايفين الفراخ حاجه عسل، ريحتها صراحه اقسم بالله اقسم بالله ريحتها تحفه، ريحتها جميله جدا. طيب حطيت بقى ايه؟ نعم، حطيت بقى زي ما قلت لكم معلقه السمنه كبيره ما شاء الله، وحطيت معلقتين الزيت، وحطيت معلقه زبده، سيحتهم على النار. نزلت عليهم ببصله مبشوره، فصين توم مبشورين تمام او مهروسين، هي على فكره يعني، بس في ناس بتبقى تختلف في اللغه شويه يا جماعه، في ناس بتتناقش شويه في اللغه يعني. خلاص كده هسيبهم يغلوا شويه كده، اللهم بارك. وبعدين انا مجهزه معايا جزره مبشوره، دي الزبده اهي، شايفين بسم الله ما شاء الله، دي زبده بقري، ربنا يبارك في اللي بعتوها لي يا رب، دي اللي كانت جايه هديه، تسلم ايديهم. بتخلي بصراحه البسمتي ده بيبقى بصوا ريحه وطعم، اللهم بارك، حاجه زي العسل كده يا جماعه، بتديله ريحه ونكهه، بصوا حاجه، بصوا اللهم بارك جميله جدا، ريحه وطعم جميل جدا يعني. كده حطيت خلاص فصين التوم المهروسين. بصوا بقى شموا احلى ريحه بقى كده ما شاء الله تبارك الله، شموا احلى ريحه. تمام كده، نزلت بالطماطم بتاعتي، دي 7 بهارات، 7 بهارات يا جماعه، مشكله على كزبره ناشفه، الحاجات يعني تتبيله حلوه كده للمحشي، كزبره ناشفه على قرفه على كبابه صيني على جوز الطيب، فلفل اسمر، ورق لوري، كل الحاجات الجميله دي حطها فيه. خلاص كده انا كل اللي زودته شويه فلفل اسمر زياده يعني، اللي زودته عليهم على البهارات دي شويه فلفل اسمر زياده. خلاص كده، خلاص كده حطيت بقى ايه معلقه سكر صغيره كده زي ما انتم شايفين، ده عشان حموضه الطماطم. طيب هقلبهم بقى كده مع بعض. لسه ايه يا اموله، لسه الملح ما عادش الا الملح بس والله ناقص، واسيب التسبيكه دي تتسبك. دي تسبيكه المحشي يا جماعه، دي تسبيكه المحشي. طبعا زي ما قلت لكم ده محشي الكرنب خلاص، اللهم بارك خلص اهو. زودته كرنيب شوربه كده لما اتعصج، زودته كرنيب شوربه كده حبه حبه بسيطين. ودي الفراخ اللهم بارك بسم الله ما شاء الله تبارك الله، عملت لي احلى شوربه، ريحتها بصراحه قلب البيت، اللهم بارك. خلاص التسبيكه بتاعتي خلاص دخلت في السوا. هعمل ايه؟ طيب تعالوا كده بصوا الاول، ده الغسيل بتاعنا نشف اهو، عاوزه ادخل الم الغسيل، خلص دلوقتي ان شاء الله وادخل الم الغسيل معاكم بقى، ونقعد نطبقه سوا ويعني ربنا يعيننا عليه. طيب كده عملت ايه؟ كده خلاص خلصت، عملت تسبيكة المحشي جاهزة كده اللهم بارك. طيب وعملنا الفراخ، وعملنا محشي الكرنب، لسه ايه تاني يا امولة؟ الملح كان خلص، اجيب شوية املكس يعني ايه، املى البرطمان الملح الاول وبعدين اكمل معاكم. شوف انا اكيد نسيت حاجة، انا نسيت احط للصلصة دي ملح، فخلاص اروح احط لها الملح بتاعها ان شاء الله، وارجع اعمل معاكم صينيه البطاطس. على فكره انا كنت فصلت كده لما رحت حطيت الملح. تمام، انا اجيب كده بصلايه كبيره كده اللهم بارك عشان اعمل البطاطس. عاوزه اعمل صينيه بطاطس محترمه مشطشطه كده وجميله تفتح النفس كده. بحب اعمل صينيه البطاطس ناشفه ومتحمره قوي في الفرن، بحب عموما الحاجه يعني اي حاجه تدخل الفرن صواني او اي حاجه بحبها تكون متحمره قوي واخده لون حلو كده. انما اللون البهتان اللي هو المصفر الفاتح قوي ده لا لا انا مش بحبه، انا بحب الاصل في الفرن، في الفرن يعني مشاوي يعني اللون الغامق الحلو الجميل ده اللهم بارك. طيب انا جبت بصلايه كبيره كده زي ما انتم شايفين، قطعتها طرنشات او جوليان ماشي، وحطيت عليها، جبت قرن فلفل رومي قطعته كده زي ما انتم شايفينه ما شاء الله، ونزلت عليهم شويه ملح، شويه فلفل اسمر، 7 بهارات. تمام كده، تمام كده، 7 بهارات بس، هي مشكله اصلا ما شاء الله زي ما قلت لكم ان هو مشكل من كل حاجه يعني. طيب
قلبت بقى ايه البصل بتاعي اللهم صل على سيدنا محمد. البصل بتاعي بالملح والتوابل الحلوه اللي انا حاططها دي، بالفلفل الرومي، قرن الفلفل الرومي او الحامي او السبايسي اللي انا حطيته. تمام كده، تمام كده يا امول. طيب اسيبها مع نفسها تدبل شويه، واروح اعمل ايه بقى؟ اروح اقشر البطاطس بتاعتي واقطعها طرنشات واحطها عليها. عايزه اعملها بقى صينيه بطاطس كده ني في ني جميله، تكون حاجه كده ما شاء الله. انا عملت البطاطس قطعتها طرنشات زي ما انتم شايفين. لسه ايه تاني يا اموله؟ لسه في عندي برضو كام حاجه كده. احنا بصوا الشاطره بقى اللي تاخد بالها ايه اللي ناقص اللي احنا لسه ما حطيناهوش، وهي حاجه اساسيه ومهمه جدا في صينيه البطاطس دي. يا ريت تكتبي لي في التعليقات بقى بسرعه كده، اول ما توصلي لحد هنا قولي لي يا امل لسه ناقص كذا. هي حاجه اساسيه، هي حاجه اساسيه على فكره، لازم تتحط في صينيه البطاطس. انا لسه ما حطيتهاش. هي ايه؟ طيب مين اللي هتقول؟ مين اللي هيكتب لي في التعليقات وقول لي؟ خلاص كتبتم ولا محدش كتب؟ هقول لكم يا جماعه انا خلاص كده ضبط الطماطم بتاعته وحطيتها. شوفوا انا بعمل كذا حاجه مع بعض. انا بسبك التسبيكه، كنت غاسله عندي الشبت والكزبره والبقدونس في الفريزر وحطيته على طول على التسبيكه بتاعه المحشي. ده محشي الكرنب بتاع اللهم بارك خلاص خلص، سبته بس هديت النار عليه. ده محشي الكوسه بتاعي والجزر، سبته كده على البوتاجاز. انا بحب احط المحشي الاول يتشمع، يخرج كل السوائل اللي فيه. احط المحشي كده يتشمع ويخرج كل السوائل اللي فيه، تمام. وبعدين ازوده شوربه بالكرنب واحده واحده كده. محبش اعملها احط الشوربه او القعد بتاع المحشي او الرز مره واحده. تمام كده، تمام كده. طيب انا جبت التوم بتاع علشان ايه؟ افرمه او ادقه كده في الهون. طيب جبت عندك بقى صينيه البطاطس، حطيت فيها مكعب مرقه دجاج، معلقه سكر صغنونه كده. ايه تاني يا اموله؟ طيب دي التوم اللي انا فرمته او هرسته. طيب دي حاجه اساسيه، توم. طيب في حاجه مهمه جدا لسه ما حطيتهاش لحد دلوقتي، حاجه اساسيه مهمه جدا لسه ما اتحطتش لحد دلوقتي. مين اللي هيقول؟ هقول لكم انا. صلى على محمد صلى الله عليه وسلم. لسه ما حطيتش السمنه او الزيت بتاعي. طيب انا هحط سمنه، معلقه سمنه ومعلقه زيت. هحط معلقه سمنه ومعلقه زيت، لان الاكل بتاعي كله بسم الله ما شاء الله دسم. فانا مش هخلي الصينيه دي دسمه اول حاجه، لان ما شاء الله المحشي عندي متكلف قوي قوي يعني، زبده وسمنه وزيت ما شاء الله اللهم بارك. طيب انا نزلت كده بمعلقه سمنه كبيره حلوه كده اللهم بارك، وهرستها في الخليط الجميل بتاعي ده. وهروح راح اجري بقى كده على النار، ارفعها على النار لغايه لما تغلي وتتكتك مع نفسها كده، لغايه ما اشم ريحتها الحلوه. وبعدين ادخلها الفرن. هدي النار. عاوزه تاكلي اكل حلو، عاوزه تاكلي اكل حلو اللهم بارك كده ويكون جميل وواخد حقه في السوا كده وما يكونش ملهوف ولا حاجه. هدي النار بتاعتك. طول ما النار هاديه هتاخدي اكل اللهم بارك زي العسل، اكل مش ملهوف كده وجميل. شايفين بقى؟ بصوا الكوسه بسم الله ما شاء الله بتخرج السوائل اللي فيها. شايفين؟ بتتكتك مع نفسها اهي بسم الله ما شاء الله. برضو ما تلاقيش حبايه رز طالعه منها. المحشي ما فيش فيه حبايه صبع محشي واقف فاكك، ما تلاقيش صبع محشي مفكوك او فاكك من بعضه. لا بسم الله ما شاء الله المحشي اللي زمان لفاه حاجه جميله كده. طيب دي معلقه كاتشب كبيره، معلقه كبيره كاتشب قدها بالظبط زبديه. دي زبديه اهي، يعني قد قد الزبديه قدها كاتشب بالظبط. تمام. دي معلقه عسل ابيض، شايفينها؟ معلقه عسل ابيض. بصوا بقى تكه حلوه قوي، او الخلطه دي تخلي لك الفراخ بقى في حته تانية، تخليك الفراخ في الفرن على طول. طيب حطيت الكاتشب وزبادي وعسل ابيض، فلفل اسمر، معلقه زيت حلوه كده. احط عليها بقى ايه؟ بهارات فراخ. دي بهارات الفراخ. تمام، تمام. في لسه عندي احط لها إيه السبع بهارات.
علشان كده ابقى خدت كل التوابل الجميله بتاعتها، ومش هحط لها ملح لان بسم الله ما شاء الله تبارك الله مستويه بالملح بتاعها. تمام، فهي مش محتاجه ملح ولا حاجه يا جماعه. كده خلاص قلبت الزباديه بتاعتي بين معلقه الكاتشب بالزيت بالملح بالفلفل الاسمر بالعسل الابيض، حاجه كده اللهم بارك، عسل عسل يا جماعه، بمعلقه الزيت اللي انا حطيتها. هتعمل ايه بالخليط الجامد ده اموله؟ هقول لكم هنعمل ايه. هناخده نقسمه كده على حاجتين، يعني هنعمل بيه حاجتين. مش عاوزه اسبق الاحداث وعاوزه امشي معاكم واحده واحده. طيب دي الكوسه خلاص ما شاء الله بتستوي اهي. ده البتنجان بتاعي، انا قلت ايه اقعد كده اقوره لان بصراحه كتفي وجعاني مبقاش قادره اقف خلاص. اقور البتنجان وبعدين اقول لكم هنعمل ايه. منى بنتي كانت عامله لي شوب شاي محترم، الله يسترها يا رب ويبارك فيه، كانت عامله لي شوب شاي محترم. الستاند بتاعنا مكسور، فانا مش عارفه طبعا اصور منى بتصورني، فهي واقفه تغني وانا عماله ارد عليها بقى. منى واقفه تغني وانا عماله ارد عليها عشان كانت بتغني بقى على رأي تيتا نبيلة البامية شوكتني. البتنجان خلاص بسم الله ما شاء الله قورته بقى زي الفل اهو. اروح بقى نغسله واوضبه كده واخدله براحتي. وبعدين انا عملت الصلصه بتاعتي او تسبيكه المحشي جاهزه بالطماطم بتاعتها بالخضره كل حاجتها عسل. ناقص بس احط لها الرز والبصله المبشوره وشويه التوابل الحلوين ونحشي بقى على طول ان شاء الله. تعالوا اما نشوف ايه اللي في الفرن بقى. دي ايه يا اموله؟ اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. دي صينيه البطاطس تقريبا، هي اول حاجه طلعت صينيه البطاطس. شايفين شكلها حاجه اللهم بارك كده عسل، والله العظيم جميله جدا جدا، ريحتها تحفه، ريحتها جميله، ريحتها تحفه وجميله، صينيه ناشفه كده حلوه جميله. دي الكوسه بتاعتي، شوفوا بقى انا هعمل ايه. الكوسه خلاص بسم الله ما شاء الله تبارك الله نشفت. الخليط الجميل بتاعي ده انا همسح يعني هدهنه كده، هدهن الكوسه بتاعتي، هدهن وش الكوسه كلها كده من الخليط الجميل بتاعي ده، زبادي على كاتشب على عسل. بصوا بقى اقسم بالله بيخلي لك المحشي الكوسه ده في حته تانية خالص، بيخليه حاجه بصوا عظمه على عظمه كده، حاجه اللهم بارك تاكلي منها ما تشبعيش. حاجه سكر يا جماعه، حاجه سكر وعسل ولوز، بصوا كل الحاجات الحلوه في شويه المحشي الحلوين دول. زي ما قلت لكم والله فعلا فعلا بخلي المحشي حاجه اللهم بارك، حاجه لا توصف، يعني حاجه لا توصف. عسل كده ولوز، وبصوا في كل الحاجات الجميله اللي انتم مش متخيلينها هتلاقوها في شويه المحشي الكوسه دول. تمام تمام. ظبطي كده يا امل، ظبطي وادهني وروقي كده، روقي روقي يا امول روقي. خلص هاخد الصينيه بتاعتي واروح جاريه على الفرن. اروح حاطه الصينيه بتاعتي اللهم بارك كده في الفرن زي ما انتم شايفين. اسيبها بقى مع نفسها، طبعا اسيبها مع نفسها بس مش هسهى عليها يعني، اكيد مش اكيد مش هسيبها كده وانساها يعني، هسيبها مع نفسها بس اكيد ابقى فاكراها برضه. كل شويه اروح ابص عليها والف الصينيه كده داير ما يدور. طيب انا جبت عندي بصل جزرايه وبشرتها، فصين توم وظبطتهم، جبت بقى قرن الفلفل الاحمر الجميل ده اللهم بارك، شايفين بقى شكلها اللهم صل على النبي، ريحتها وطعمها والله العظيم ريحه تحفه، ريحه جميله جدا، نفسي فعلا تجربوها بالطريقه دي يا جماعه، جميله قوي قوي يعني. شايفين بقى واخده اللون الجميل ازاي؟ معلش سامحوني التصوير مش واضح قوي، فعلا هي الكاميرا ظلمه التصوير، يعني الكاميرا ظلمه الاكل بصراحه يعني، فيا مسهل يا رب يا مسهل. خلاص كده خلاص خلصت الكوسه. هروح بقى اعمل ايه، اعمل البسمتي بتاعي الجميل، رز البسمتي. حطيت برضو معلقه سمنه، معلقه زبده، تمام، معلقه سمنه كبيره ومعلقه زبده ومعلقه زيت صغيره، حلو كده، حلو زي الفل، حاجه كده عسل اهي. تمام التمام. هفكهم كده مع بعض. لوجي بنتي نامت، لوجي قعدت تسمعني وانا بسجل ونامت. بسم الله الرحمن الرحيم. متخافيش يا حبيبتي. شايفين بقى صينيه الكوسه، هي اهم حاجه عندي بقى مش طعمها، لا مش شكلها، لا اهم حاجه عندي فعلا ان انتوا تدوقوها يا جماعه، والله العظيم اللهم بارك، ريحتها
تجنن، وطعمها بالطريقه دي سكر، حاجه كده سكر يا جماعه. تمام. دي صينيه البطاطس خلاص الحمد لله خلصت، وده صينيه الكوسه، محشي الكوسه خلص، وده محشي الكرنب خلص. اللهم لك الحمد. لسه ايه تاني يا اموله؟ لسه البسمتي بتاعي، وهلف المحشي البتنجان والخس اللي انا قلت لكم عليه. طيب دي البصلايه المبشوره نزلت بيها كده. عندي ايه تاني؟ مجهزه برضو فصين توم مدقوقين، وده الجزره المبشوره، والقرن الفلفل الاحمر الرومي المبشور. تمام تمام. اهو شايفين الجزر والفلفل الاحمر، ما شاء الله حاجه جميله، والله حاجه جميله جدا. طيب كده خلاص حطيتهم. هقلب بقى كده، قلب قلب كده وشوح كده مع فصين التوم المدقوقين لغايه لما الريحه الحلوه الجميله تطلع. تمام. ريحتهم بس تطلع كده يا جماعه، احنا مش هنحمرهم ولا هننشفهم ولا حاجه زي كده، لا، لغايه بس ما ريحتهم الحلوه تطلع. ماشي. ودي البهارات الحلوه بتاعتي اهي، حطيت ورق اللوري معاهم والليمون الجاف والقرفه الخشب وفص المستكه، وقلب قلب يلا عشان ناخد احلى ريحه وطعم للرز البسمتي. تمام يا امول. الرز البسمتي بتاعنا كنت غسلاه ونقعاه، خلاص نزلت بقى عليه. وايه تاني؟ حطيت مكعب مرق الدجاج، وحطيت بهارات الكبسه، فلفل اسمر، جنزبيل، اللهم صل على سيدنا محمد، معلقه كركم، ونقوم حاطه كل التحابيش الحلوه الجميله بتاعت ايه ال ال الكبسه. تمام كده. تمام كده. هديها بقى تقليبه حلوه كده علشان كل الرز ده يتغلف كله بالسمنه والزيت او الدهان الحلو اللي انا حاطاه ده. اغلفه بقى رزايه رزايه كده، اللهم بارك. شايفين الجمال. خلاص جبت بقى كده ايه كرنبين شوربه، ورحت ساقيه الرز بتاعي. طبعا كده قليل، لا هزود كمان كرنبين. انا بحب اديها واحده واحده، احب ادي الكبسه بتاعتي او الاكل بتاع المحشي عموما او الرز البسمتي، بحب اديله الشوربه واحده واحده. محبش ان انا اديله الشوربه مره واحده كده ويا بختك يا بخيت، لا ظبطت لا ما ظبطتش، لا لا ما ينفعش. اديلها كده واحده واحده، كل ما تعوز منك ونارك هاديه معقوله تاخدي رز ما شاء الله اللهم بارك مستوي وجميل ويكون مظبوط معاكي، لا يعجن بقى ولا يفك ولا حاجه زي كده. انا اي نعم بحب اسوي الاكل بتاعي، بحبه مستحيل، بحب المحشي كده حبيته رخيه كده ومستويه وحلوه، كنت شاربه كده وشبعانه. والرز البسمتي نفس الحكايه، ما بحبش الرزايه الناشفه. تمام. خلاص انا كده بقى خلاص غطيت عليه وسبته مع نفسه بقى، اللهم بارك كده يظبط مع نفسه. وهروح بقى اعمل ايه؟ خلاص خلصت الصلصه بتاعت المحشي، حطيت له اللهم صل على سيدنا محمد. حطيت المحشي بتاعي ايه امونه، الخضره والرز، وقلبت العصاج بتاعي كله مع بعضه. اديله تعصيه كده على البوتاجاز، بصله مبشوره، وشويه بهارات بتاعت المحشي برضو قبل ما الفه. ما انت حاطه له امل بهارات قبل كده؟ لا معلش، الرشه الحلوه دي بتخلي المحشي بتاعك ما شاء الله ريحته حلوه وطعمه جميل. ده بهارات المحشي كلها يا جماعه، ده كمون، كزبره ناشفه، فلفل اسمر، شطه لو حبيتي، يعني كلها حاجات صحيه وجميله، مفيش فيها الوان صناعيه ولا فيها اي حاجه وحشه. يعني مهما كترتي هي مش هتضرك، ده بالعكس هتفيدك. تمام تمام يا حبيبه قلبي. صلى على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب انا جبت حبه ميه ولقيت عليهم، حطيت فيهم ذره ملح، زودت عليهم معلقه زيت. شايفين بقى الرز البسمتي بتاعي، اللهم بارك اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. لونه قسما بالله يا جماعه تقول رز ذهب، رز ذهب. لون الرز يجنن وريحته اللهم بارك. شايفين الرز بتاعي مفرفر وجميل، مفيش رزايه ماسكه في التانية، مفيش رزايه عندي ماسكه في اختها. كل كده الرز بتاعي مفرفر كده وشكله جميل زي ما انتم شايفين، اللهم بارك. خلاص الرز انا خلاص قلبته ووريته لكم، ما شاء الله زي ما قلت لكم ما فيش فيهم واحده
ماسكه في التانية. رز مفرفر كده وجميل وزي العسل. خلاص خلص الرز بتاعي وشيلته. خلاص يا اموره خلص وشيلناه. نشوف غيره بقى. دي الفراخ بتاعتي ما شاء الله استوت وبقت زي العسل. طلعتها من الشوربه. الفراخ بتاعتي خلاص طلعتها من الشوربه. جبتها بقى في الصينيه اللي هتدخل الفرن، ورحت دهناها من نفس الخليط بتاع اللي انا كنت عامله الكوسه. الخليط اللي هو ايه اموله، اللي هو قولوا معايا الصراحه نسيت، اللي هو زبادي وكاتشب وعسل ابيض والبهارات الحلوه بتاعتنا اللي احنا حطيناها. هو ده الخليط بتاعي اللي انا قلت لكم عليه. نفس الخليط اللي انا حطيته على الكوسه هو نفس الخليط اللي انا هحطه احمر به الفراخ. تمام كده تمام كده. دهنت الفراخ بتاعتي يا مستويه اللهم بارك. دهنتها دهنه حلوه حلو كده حلو زي العسل. وراح واخداها مدخلاها الفرن واقول لها مع نفسك يا بيضه تحمر بقى وتلون وتاخد لون وشكل. وبألف هنا وشفا للي يشوف وألف هنا وشفا للي ياكل. ويا ريت يا جماعه ما تستخسروش فيا اللايك بقى. يا ريت لحد دلوقتي اخواتي وحبايبي اللي معايا لسه في الفيديو يا ريت ما يستخسروش فيا اللايك. زي ما قلت لكم يا جماعه اللايك بتاعكم فعلا بيفرق معايا كتير صراحه. يعني بتثبتوا لي فعلا ان انا تعبي ما بيروحش على الفاضي. يعني كل الناس اللي بتقدر فعلا فيديوهاتي او تعبي فيها جزاهم الله كل خير يا رب اللهم امين. تمام كده بسم الله ما شاء الله. الاكل بتاعي كله خلص وبقى زي الفل. انا حطيت المحشي بتاع الخاص تحت وحطيت المحشي الكرنب فوق منه. تمام. الفراخ بتاعتي بقت حمرا وجميله وشكلها جميل جدا اللهم بارك. مشويه والله مشويه والله مشويه حاجه اللهم بارك عسل. محشي الكوسه بقى زبده ريحه وطعم وحاجه سايحه كده ولوز. شايفين صينيه البطاطس كهرمان عسل. شايفين الرز البسمتي المفرفر الحلو ده. شايفين بقى محشي الكرنب ولا واحده فكه ولا محشايه فكه. حاجه اللهم بارك لوز كده. وبصوا ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك يا رب. يجعلها بألف هنا وشفا للي ياكلها وألف هنا وشفا للي يشوف. وما تحرمش من متابعتكم يا احلى اخوات في الدنيا واحلى متابعين. ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي اللهم امين. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم واذكروا الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. ويا ريت يا جماعه اللي عنده اي تعليق او عنده اي راي عاوز يعرفني بيه يا ريت يعرفني باي حاجه تنفع قناتي. انا في انتظار ردكم. اشوفكم ان شاء الله. بعرفكم طبعا على البطاطس والفراخ والكوسه ومحشي الكرنب ومحشي البدنجان والبسمتي. بألف هنا يا جماعه بألف هنا اللي ياكلوا يا رب العالمين. متنسوش اللايك ومتنسوش تتابعوني مع